ايه يا حبايبي، ايه رأيكم في الجمبري؟ كان تحفة. بصوا بقى، انا قلت اعمل حاجة تانية كده سريعة برضو زيها وبنفس الطريقة بالظبط. كنت انا ماشية كده لقيت فيه كابوريا، فقلت اجيب بقى شوية كابوريا كده. تمام. وكل اللي انا عملته نفس الطريقة بتاعت الجمبري، هو ده اللي انا عملته بالظبط. شوية البصل مع شوية الفلفل وعصرة الليمون اهي. غسلت طبعا الكابوريا كويس جدا ونقعتها ونضفتها. تمام. ما بعملش اي حاجة اكتر من ان انا حطيت البصل والفلفل وحطيت الملح والكمون والفلفل الاسود وهعصر الليمون. خدت وقت معايا. طبعا ما تنسوش اللي احنا كنا قايلين عليه، ان قشر الليمون بيتحط. ده كمان كابوريا بقى. يعني عايزه اقول لكم ان الريحه بتبقى جميله جدا وفي السوا بتبقى اجمل. وهتشوفوا لونها اصلا عامل معايا ازاي. طبعا محدش يعمل لي بالعصاره والحاجات دي، لازم بايدك انتي. اهي خلصت الاكله. طبعا انا كده اهو عملتها. انتوا شايفين الشكل عامل ازاي دلوقتي. بعد شويه بالظبط هوريكم شكلها برضو بيتحول بيبقى ازاي. طبعا بقى ايه، انا من عشاق الكابوريا، في ناس كتيره بتحبها وفي ناس بتبقى عايزه تعرف الطريقه بتاعتها بتبقى ازاي. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ شفت اللون بقى عامل ازاي؟ ولا تقولوا احسن من اي محل. وعايزه اقول لكم ان الريحه تحفه. انا كده بقى دلوقتي عملت الكابوريا وقدمتها اهي. تمام، وبالهنا والشفا.